وجد جاك جوهرة متوهجة عليها بيضة غريبة الشكل. مد يده ولمس البيضة، وفجأة بدأت القشرة تتشقق وخرجت منها سلحفاة صغيرة ولطيفة، لكن بطنها كانت تحمل نقوشا حمراء سحرية. بدافع الفضول أخذ جاك السلحفاة إلى المنزل، لكن في اليوم التالي بدأت السلحفاة تخرج دخانا ثم طارت في السماء أمام عيون الجارة التي فوجئت بها كما فوجئت السلحفاة بوجودها. لم يستطع جاك كتمان السر وأخبر أصدقائه أن سلحفاته تطير. وبينما كان الأولاد يلعبون بالخارج، تسللت السلحفاة بهدوء من الغرفة وطارت إلى المطبخ. هناك سقط سكين أمامها، فشعرت بالتهديد، وبرد فعل غريب نفثت لهبا من فمها ثم اختفت في هدوء. والد جاك الذي دخل بعدها بلحظات وقف مذهولا من المشهد دون أن يفهم شيئا. أما جاك فلم يكن يعلم أن سلحفاته تخفي قوة نارية خطيرة. مر يوم آخر وكبرت السلحفاة فجأة لتصبح 10 أضعاف حجمها. شعر جاك بالخوف، فقرر مع أصدقائه أخذها إلى كوخ مهجور بجانب البحر. لكن خلال الأيام التالية بدأت حالات اختفاء غامضة للصيادين قرب الشاطئ، وبدأت الشرطة تحقيقاتها. اكتشفوا أن هناك مخلوقا ضخما في أعماق البحر، وعندما أسرع جاك إلى الكوخ ليتحقق من الأمر كانت السلحفاة قد اختفت.